يقطع اليوم اللي اتجوزت امكوا فيه. انت يا زفت سايب نور المطبخ شغال ليه؟ انت يا هباب، هي وكالة من غير بواب؟ ايه يا حاج، انا كنت بتر في الحمام وراجع تاني للمطبخ، مش مستغلط فيه. يا حول الله يا رب، انت بترد عليا كمان؟ ادي اللي اخدناه من التربية الحديثة، الله يرحم زمان. ابويا كان يسفخني الكف اقول له تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. طب ثواني بس هقعد. بالراحة يا هباب على الكرسي، هو مال سايب؟ حاضر يا حاج، تعالى بس نتكلم في الموضوع. انت بتقول لي تعالى كمان؟ فين ايام زمان ابويا كان يبص لي بس كنت اعملها على روحي. وده ايه علاقته بالموضوع؟ انت هتحاسبني؟ معرفش، قلت احشرها في اي جملة وخلاص. يا حاج انت ملتهب عليا ليه؟ انا عملت ايه بس؟ اسمها انت يا واطي. وبعدين ايه ملتهب دي؟ شايفني عندي تسلخات في دماغي؟ تصدق انك عيل قليل الادب. يا حاج اهدى بس، انا قصدي موضوع نور المطبخ ده مش مستاهل ده كله. وكمان بتقول ليه ده؟ هو انا مجنون؟ يا ديني انا مش عارف ابدا الموضوع. وبتتخلق عليا؟ ما انا لو كنت سفخت الكف كنت عرفت تتكلم مع ابوك ازاي. معلش انا اللي اخدتك عليا. يا لهوي يا حاج انت مش فاهم قصدي. كمان طلعتني ما بفهمش. شكرا يا سيدي، هي دي اخرتها. يا حاج والله ما قصدي. حاضر هقفل النور بعد كده وانا جوه المطبخ عشان ما تضايقش نفسك تاني. نور يا ابني اللي تقفله؟ هي المشكله دي كانت بسبب ايه؟ فكرني. اصلا كانت بسبب نور المطبخ يا حاج. مطبخ يا زفت؟ ايه التفاهه بتاعتك دي؟ قوم ياض من وشي. حاضر يا حاج انا قايم ماشي. ما تبرطمش سامعك يا قليل الادب. نكدت عليا، اما شغل حاجه بقى تسليني. ان انا عرفت مين اللي وز. ايه في ايه هندية؟ ايه الزهق ده؟ انا ايه اللي خلاني قومته؟ امال هتسلى على مين؟ خد يالا، انت ما قفلتش الحنفيه ليه؟ تعالى.